بودكاست جرو، واليوم باش نحكيو في الاي كوميرس. اي كوميرس اللي قاعدين نسمعوا برشا ناس تحكي على الاي كوميرس اي كوميرس اي كوميرس. اليوم باش نحاولوا نحكيو مع واحد من اللي قاعد يعطي في كونتينيو على الاي كوميرس. هو بيدو يخدم دونك في الاي كوميرس، خدمته قاعد يقري، قاعد يوري في ناس اوسي، وقاعد يصنع في كونتينيو ونصائح نشوفوا فيه على الانترنت. دونك خلينا نفهموا اليوم الدومين هذايا ونفهموا الدومين هذايا كيف ينجم يعاون اليوم الشباب التونسي والى لا. ايوب مرحبا. مروان اهلا وسهلا اخويا. شنو احوالك؟ الحمد لله. فرحان انك جيت بحذايا. طلبتك البارح قلت لي مروان كن بحذاك. انا بيدي فرحان على الاخر رغم السخانه نتاع اليوم، حاجه تاريخيه. قلت لازم نمشي بحذا مروان. ديجا عندنا برشا من اللي برمجنا حاجه كيما هكا، واليوم في ساعه ربي دونك قلنا خليها تصير مهما كانت الظروف، وان شاء الله مش يكون من احسن لي بودكاست اللي يخدمهم مروان ان شاء الله. ان شاء الله جميل جدا. توا السخانه 41 في الظل، الاربعه ونص على 20 نهار السبت، يعني حاجه رهيبه على الاخر. ان شاء الله ما نكونش نتعبوك برشا. باش نبداو مباشره بسؤال، وبعد نعاود نرجع نعملوا روتور التاني. الاي كوميرس في تونس، خلينا نجاوبوا على السؤال التوانسه يهمهم برشا. الاي كوميرس في تونس بصراحه يدخل فلوس؟ به سؤال خطير على الاخر. الاي كوميرس في تونس يدخل فلوس، ينجم يدخل شويه فلوس كيف ما ينجم يدخل برشا فلوس. الاهم في هذا الكل انت كيفاش تتعامل مع الاي كوميرس. والحاجه اللي لاحظت فيها معناها ناخذ بعين الاعتبار اللي انا قاعد نحكي مع برشا ناس سواء يحبوا يبداو في الاي كوميرس ولا ديجا بادين، دونك قاعد نميز ما بين الطبايع نتاع العباد اللي عندهم علاقه بالاي كوميرس. فما شكون يقول لك اللي الاي كوميرس نتعامل معه كحاجه نعمل منها مصروف، حاجه نتعامل معها بالصغير نخدمها من الدار، تلقاه ينجم يعمل مونطون مليون 2 3 اللي يخليه يعيش عيشه محترمه ويقعد ترانكيل هكاك. وفما شكون، ونحكيو لهنا على الفئه نتاع العباد اللي تعجبني على الاخر، اللي يحلموا بالكبير. يقول لك الاي كوميرس نجم نصنع منه بزنس كبير، نجم نخلق منه ديزوبورتونيتي كبار، دونك مش ننزل عليه لو ماكسيموم. يبدا يخدم كيف ما بدا اللي كنا نحكيو عليه من الاول، اما بعد ما يقفش غاديكا يديفلوبي البروجي نتاعو، وتولي شركه وتولي عباد تخدم معاه، وتولي معناها بالحق بزنس اللي هو يعمل ارقام كبيره على الاخر، وماهوش مجرد كلام. راه نحكي لكم عن تجربه شخصيه وعن تجارب نتاع مئات العباد اللي نعرفهم وعلاقتهم بالاي كوميرس. يعني انت الاي كوميرس اذا كان نحكيو بلغه دارجه بسيطه نتاع اولاد دحوم اللي عندنا، الاي كوميرس بقى هو دومين اعطيه يعطيك. فوالا هذاك قد ما تعطي من مجهودك ومن خدمتك على قد ما تلقى ريزولتا. اكزاكتومون. وفي مرحله ما سامحني قصيت عليك مروان، ما عادش تولي الخدمه بالمجهود، تولي الخدمه بذكاء. علاش الخدمه بذكاء؟ لانه من الاول اي تاجر الكتروني، وخليني زاد مثال نحكي على تجربه شخصيه. من الاول كنت نتعب، كنت نصبح، كنت ظهري قوس من البي سي، كنت بالحق اللي نولي الحروف اللي كانوا نغزلهم ينملوا. هذا اللي المجهود هذا هو اللي خلى البروجي يقف على ساقيه. اما في مرحله اخرى فهمت لي انا لازمني نصنع اوبريتنج سيستم اللي يخلي البروجي يمشي على روحه، ومجهود ايوب ولا تدخل ايوب يكون شكلي فيه. كونت كيب ليكيب هي اللي تعمل في المهام هذوما الكل تحت سيرفيونس نتاعي، وهذا اللي خلى البروجي يزيد يقدم اكثر. وهذا كيف اللي ماذا بيا يخلطوا له الناس الكل. كيفاش كانت البدايه نتاع ايوب في الاي كوميرس؟ اول لقاء او اول علاقه بينك انت والاي كوميرس، كيفاش جاتك الفكره؟ منين تعلمت؟ منين دخلت للدومين هذا؟ اول بدايه بالاي كوميرس كان عندها علاقه بالدومين اللي كنت نخدم فيه، اللي هو المقاولات. لهنا نحكيو على الجيني سيفيل. وكان لاحظت مروان ديما في ستوريات انستغرام تاعي نحكي على الفرص واستغلال الفرص، لانه مهما كان اللي كنت تعمل فيه باش يخلق لك فرص. المجال اللي كنت نخدم فيه خلق لي فرصه في قالب ريونيون ولا رونديفو مع شخص كنت مش نخدم معاه، عندي انا وياه بروجي، حكى لي على حاجه اسمها فونت اون ليني بكل بساطه. قال لي راني نشري، يعني انت في رونديفو نتاع خدمه اكزاكتومون بالضبط، حكى لك على حاجه هذه بالضبط. قال لي راهو نشري في دي برودوي اون جرو. هذا راهو نحكيو العام ما نذكرش بالضبط، اما بعد الثوره بشويه، وقتها مازال الدنيا البلاد سخونه شويه سياسيا. دونك قال لي راهو نشري في دي برودوي من جرو من تجار الجمله اللي موجودين في تونس، ونبيع فيهم اون ليني. شنو تسمى الخدمه هذه؟ فونت اون ليني. قعدت في بالي الفكره هذيك، دونك قلت بالحق في تونس وقتها ما نعرفش قداش مليون تونسي عندنا كونيكتي. الفيسبوك ادس لان ما يسمى بسبونسورينغ في تونس مازالت حاجه جديده، تصرف شويه بركه بودجي. نحكيو 10 سنين التالي، لا اقل شويه، ممكن نحكيو على 7 سنين خلينا نقول. فوالا دونك كنت تصرف بودجي صغير، نحكيو بودجي صغير ما يعادل $5. صدقني البوبليكاسيون نتاعك يشوفوها الناس الكل. قلت انا معناها مش نمشي نعمل بوتيك ولا شوروم، مش نعمل بروجي كوميرسيال، فونت كوميرس ولا باتبور وميناجمون وكرا وما وضوء ومد والتفاصيل هذيك الكل تكلف مئات الملايين.
علاش ما تكونش بودجي صغير على الفيسبوكات اللي يعطيك فيزيبيليتي كبيره وبالحق تعمل ريتش عمرك ما كنت تصوره. معناها انت في عوض ما تقعد تستنى باش يكون باش يجيك باش يشري من عندك، انت مش تمشي للعباد ومش تمشي لكميه كبيره نتاع عباد. دونك بدات الفكره هكاكا. هبطت واحد من اسواق الجمله، هزيت معايا في تونس العاصمه لهنا، هزيت معايا زوز ملاين وتو نرجعوا. مش معناها يلزمك زوز ملاين مش تبدا في الاي-كوميرس. لا يعني انت في رونديفو نتاع خدمه، انت كنت في المقاولات في رونديفو نتاع خدمه، حكيت انت وشخص قال لك راهو قاعد ندبر في راسي، يقولوا احنا بلغتنا الدارجه وراني قاعد نعمل في تفتوفه باهيه ونعمل في خدمه باهيه. اكزاكتومون. قلت انت حيتها في مخك، لوجت عليها شويه، سهلت اكثر وبينك وبين روحك، ولوجت صور على الانترنت جوجل اكسترا، وعملت هكايا. لميت شويه فلوس اللي انت قلت جزء ملايين، ومش بالشرط تبدا بالجزء ملايين، تبدا حتى باقل، وهذا نشوف في فيديوهاتك كما تقول عليه. وهبط سوق الجمله باش تشوف البرودوي اللي نجم يعاونك يدخل فلوس. اكزاكتومون. قبل ما ناخذ المرحله هذيك خليني نرجع لك. عملت ريسيرش صغير على الانترنت، واللي هو ممكن اللي باش نحكيه توا هو اللي يخلي ايوب منين نرجع، اللي يخلي ايوب هو اللي خلى ايوب يقدم في محتوى عنده علاقه بالتجاره الالكترونيه في تونس. حليت اليوتيوب كان الناس الكل باش يلوج على المعلومه، ما فما حتى تونسي يحكيش معنا هي كوميرس. تلقى خليجيين، تلقى مغاربه، تلقى فرنسيس، تلقى امريكان. الكلام اللي يحكيوا فيه غاديك على اليوتيوب ولا غيره ريالمون كان نجيب باش نطبقوا في تونس مستحيل ينجم يطبق. يتماشى مع اسواقهم هم، يتماشى مع اسواقهم هم في تونس. لا الاخر يحكي لي على ادخل الاكسبريس كماندي تو بعد 3 ايام علي بابا تو يجيك ستوك كبير. اعمل كذا اعمل من عشيه في الاخر موش فزاب الكلام هذاك في تونس. دونك قلت الحل الوحيد مقابل شح المعلومه اللي موجود يلزمني انا نجرب، وخلينا بلغتنا نقلع المعلومه من عند العباد اللي يخدموا فيما يسمى بالفونت اون ليني وقتها في تونس. دونك الخطوه الاولانيه كيف ما كنا نحكي قبيله، حطيت 2 ملايين في جيبي وهبطت لاسواق الجمله، اللي هي عملت حاجه ما يلزمش حتى يلزم حتى حد يعملها، ما يلزمش حتى حد يعملها. واضح اللي هي يمشي يهز معاه فلوس ويمشي يشري 50 20 10 من شويه برودويات. انت تنصح الناس اذا كنت تحب تبدا في الاي كوميرس اول حاجه كي تهبط ما تشريش من الاول، اكتشف بعد يعمل الله. ولا خليني نعطيك معلومه، اللي برودوي اللي شريتهم هذوكم صدقا مازالوا موجودين عندي. عندك من عام شويه مناقل، شويه دي باور بانك، شويه دي كيت بلوتوث، حاجات كي من هكاك مازالوا متعيشين في الدار. اول حاجه خاطرني فما دي برودوي تغشيت في الكاليتي اللي هما طلعوا ما يصلحوش، دي برودوي ما همش قابلين انهم يتباعوا اون ليني جمله واحده، ودي برودوي ما يعجبوش توانسه وعجبوني انا، واللي هذا ما يلزموش يصير. معناها يلزمني نبيع اللي يعجبوا توانسه. يعني انت تقول هنا خاطر انت قلت ما لازمكش تعملوها، اهبطوا اكتشفوا اكزاكتومون. وفما حاجه فهمتها من كلامك، ما تشريش الحاجه اللي تعجبك انت، ايش الحاجه المطلوبه في المارشي، ايش الحاجه المطلوبه في المارشي والحاجه اللي يكون عندها بزوان في المارشي. نجم تكون ما نعرفش انا الكاس هذا انت ما تستحقوش، اما تعرف اللي فما برشا توانسه يستحقوا الكاس يشربوا فيه، انت مثلا تصرف من الدبوزه هذيك مشكلتك انت. ولا دونك شريت شويه برودويات، روحت للدار، حليت البي سي، عملت باج فيسبوك. وقت الخدمه كانت باللي ميساج، ما فماش حاجه اسمها بوتيك اون ليني نحكي لهنا على سيت ويب كوميرس. ركحت باج فيسبوك، كونت انستغرام. الحاجه اللي عاونتني شويه ممكن لي انا نجم نخدم على اللوجيسيال نتاع الديزاين، لان نحكي على تحديدا فوتوشوب ونخدم على 7.0 اقدم ظهر لي فيرسيون ديجا سي اس فيرسيون سي اس يحاسي له حاجه قديمه على الاخر، نشريها في سي دي ب 1500 ظهر لي من الجاليري سيت. دونك بديت نخنت بوحدي، ركحت لوجو، ركحت كوفرتور للباج هذيك، بديت نحضر في كونتونيو اللي برودوي هذوك ومخدمتهم. دخلت للفيسبوك ادز، كنت نخدم بطريقه بازيك على الاخر اللي يعرفوها التوانسه الكل، بوستي لا بوبليكاسيون، حط بودجي، حط دات، حط لودينس اللي حاجتك باش توصل لها، ولانسي البوبليكاسيون، صور برودوي، تعمل له بوست وسبونسوريزي. ولا دونك جربت لي برودوي اللي شريتهم الكل هذوك ما نجح حتى بورتون البودجي اللي صرفته على الفيسبوكات ما كانش كبير برشا، اما في وقتها يتسمى فلوس بالنسبه لي انا، خاطر دخلت بروجي جديد ونفسيا عبد ما يقبلش الخساره قدر طبعا. وبديت بشويه بشويه نفهم اللي بالحق اللي برودوي هذوك ما عجبوني انا، مش بالضروره يعجبوا توانسه الكل. دونك حطيتهم كوتي وحبيت نشوف شنو هي العباد حاجتها وشنو هي العباد تحب. دونك فهمت اللي تو نحكي لك على اول برودوي تقريبا بديت به، فهمت اللي فما بزوان عند توانسه انا ما استحقوش، هما مستحقين، ودونك خليه يبيع لهم اللي هما مستحقين. هذا اول درس كان ليك في اكزاكتومون بالضبط. وانا نفس الشيء ندور في اسواق الجمله. البرودوي هذا اول سكول، اول عباد خدموا كوميرس في تونس يعرفوه. فما سونيت سون فيل نقوز من غير خيوط، ما نعرفش كيفاش يكونيكتي، حاسيلو اباريت تتحط قدام باب الدار يركب فيها بيله، والاخرى تتحط في البريز الفوق نتاع الدار، اللي باش ينزل على البوطون يسوني لك انت في الدار. اوكي. عندنا برشا ديار توانسه
ما عندهمش النقوص، دونك خلينا نجربوا تاع الخيوط ودرسنا اكزاكتومون بالضبط. دونك البرودوي هذاك شريته يحل مشكله ولا هي اهم قاعده يقولوها لك. نحكيو على اللي يقدموا في كونتوني كو سوا مهما الدوله كانت يقول لك اخدم برودوي يحل مشكله هذاك راهو الويننج برودكت. دونك شريت ما شريتش تعلمت الدرس وقت زيد كعبه من النقوز هذاك ب7 دينارات سوم الجمله نسخه واحده ولا واقنعت لي الفورنيسور اللي انا رمشت بها لي بسوم الجمله جوست باش نصورها ونخدمها ومن بعد نجي نشري من عندك بسوم الجمله. هزيتها ب7 دينارات روحت بها للدار. عندي كودابار عندي اسم عندي كذا عملت لي ريشيرش نلقى البرودوي هذاك موجود اون ليني ركحت التصويره حضرت كوبي. من اليوم ما عادش تستحق الكتريسيان باش يعمل لك نقوز وتقعد تكسر وتشري وما نعرفش شنو يعني مشكله عطيته حل اكزاكتومون. ولا نسيت اول كامباني بوبليسيتير اللي هي كان فيها مل وضرب النقوز هذاك ونجح. ضرب النقوز عطاه الحس اللي فيه ب7000 ونبيع فيه ب25 دينار. دونك مارج بينيفيسيال ممتاز على فكانت الأخير. انت بعد التجربه الاولى اللي كانت صعيبه شويه وخسرت فيها فلوس لقيت البرودوي اللي دخلت به للماركت والبرودوي هذا اللي ربحك ودخلك فلوس. فوالا اوكي. دونك كان البيدجي من الاول ظهر لي $3 على الكامبين الاولانيه حاجه بسيطه وباعت بالكدا. في هذا الكل راهو يا مروان ما استمتعتش لا بالبيوع لا بك الفرحه نتاعو الكوموند. الحاجه الوحيده اللي قاعد تدور في راسي مادام انا نجمت نبيع نسيت الحق قداش الكونتيتي اللي خرجتها من الاول نقولوا 10 مادام نجمت نبيع 10 شنو المانع اني نبيع 100 وكل ال 200 دينار ولا ال 100 دينار بينيفيس شنو المانع يكونوا 2 ملايين و3 ملايين في النهار. نحكي على الجروث كيفاش نحكي على سكالابيليتي من الاخر كيفاش الاكتشاف هذا لي كوميرس الفونتون ليني وقتها خلينا ما نسميهوش اي كوميرس. كيفاش يزمو يبدل حياة أيوب وكيفاش بالحق ينجم يصنع منه ثروة. والشيء هذا ديجا ماهوش مجرد كلام سهيل لمسته وبديت نفهم فيه ولا. دونك بديت بشوية كيما الناس الكل الخدمة من بيتي. البيرو هو فيه البي سي وفيه التليفون اللي نعمل بيه في الكونفيرماسيون. السلعة متاعي مطيشة في الكوا متاع الواحد بيتك. فرشي هو الطاولة اللي نعمل عليها لومبالاج. بديت نخدم لي سي بون خلت الكاباسيتي متاعي اللي أنا ما نجمش نخرج أكثر من 30 كوماند في النهار. دونك يلزمنا نفس البرودوي هذا النقوز. بون في مرحله هذيك بديت نخلط في دي برودوي اخرين. اوكي داكوردو. دونك خلت سي بون انا ما عادش نجم نخدم اكثر من هكاكا و30 كوماند في النهار صحيح يعملوا فلوس وخليوني مثلا نحلم بالكبير وندخل للسيت نتاع الكراهب نشوف الكهرباء اللي باش نشريها في المستقبل وكيفاش نعمل كيما اي تونسي يبدا دور يديه فلوس شويه. بورتون الحمد لله كنت نعمل في فلوس من الباتيمون. اما السرعه اللي تعمل بها فلوس في اللي كوميرس حاجه اللي اكزاكتومون حاجه اللي خلتني نبدل حساباتي الكل. دونك قلت وقيت يلزمنا نخموا لي البروجي هذا لازم نقدم. والحاجه الباهيه اللي انا من فضل ربي المايند سيت نتاع الانتربرونور موجوده من الاول. دونك ما كانش عندي مشكله باش نمشي نعمل كرياسيون تاع شركه ما كانش عندي مشكله باش نعمل بيرو ونعمل كونتراتو نتاعو ما كانش عندي مشكله باش نعمل اكزاكتومون بالضبط. وهذا بالحق اكبر مشكله نشوفها عند الناس اللي يخدموا اي كوميرس اللي بداوا بالصغير خايفين من انهم يكبروا اي سورتو خايفين من الشارج اللي يخاف انه ما يغطيش يقول لك باهي انا وصلت لمرحله ما عادش نجم نخدم اكثر يلزمني بيرو يلزمني خدامه. اما كان الخدمه ما تمشي ليش كون مش يخلصهم لي. اما هو ما يعرفش اللي سوفي خلق الروح وانجاجمون وخلق الروح وشارج كبير راهو شخصيته تصرفاته وافعاله ما عادش باش تولي كيف ما كان تقبل. يجي مش يولي يخدم اكثر يتحرك صحيح. اكثر يبدع اكثر وهذا اللي يخلي الشارج يتكوفر وتزيد فوقه دي بينيفيس اكثر واكثر واكثر. وهذا كيف ما ديما نقول تجربه شخصيه ماهوش مجرد كلام تاع موتيفاسيون ولا نتاع غيره. دونك فوالا قدمنا كريت اول بيرو عملت فيها ميناجمون كيما كنت نحلم دي كولور وفازات وي جو وير ذا بزنس از والجو هذاك الكل. وبدت ليكيب تزيد من 1 ل2 ل3 وبدت العجله تدور بالكدا ووليت نحس في روحي قاعد نعمل في بيزنس يخدم في دي فورنيسور يخدم في دي سوسيتي ليفريزون يخدم في عباد تعمل في ايكيب تخدم معايا يخلق في مواد الرزق. قاعد تشوف الاثر نتاع الخدمه نتاعك اكزاكتومون. وانتر تون مروان بالحق في وسط الباركور هذاك الكل صدقا متبهدل. نحن ممكن نحكيو على الحاجات المزيانه اما من داخل فما برشا تعب. وحكيت لك قبيله توصل اللحظات انه تصير معناها يصيروا دي ديسيبسيون يجيوك لحظات نتاع شك. اكيد يجيو لحظات نتاع شك وبالحق ساعات لحظات نتاع شك اللي تسال روحك تقول انا فاش قاعد نعمل وعلاش ما عملتش كيما كان يحبني بابا معناها علاش ما عملتش كيف الناس الكل بالضبط. وظيفه عموميه ولا وظيفه خاصه سالير باهي وانا رابح ترانكيل ولا تكمل خدمتك تروح عندي شهريا نكمل خدمتي نروح نعمل قايله ونخرج عشان حوش اكزاكتومون. اما ديما كنت نذكر روحي اللي هذاك ماهوش حلمي وذاك ماهوش طموحاتي وانا تحديت الدار في برشا حاجات فيما يخص الكارير نتاعي. دونك يلزمني نثبت اللي انا كابابل واللي انا ولا يلزمني يعني انت دخلت التحدي بينك وبين روحك وبينك وبين عائلتك. انا بدلت كاريري وهاو باش نثبت لروحي قبل الناس الكل
وباش نثبت لعائلتي اللي راني باش ننجح في الدومين هذا. فوالا الحاجه اللي ما تعرفهاش العباد مروان، اللي انا تقريبا عديت عام كامل نقوم 8 متاع الصباح، بلوتو نخرج من الدار 8 متاع الصباح هساكي وعلى اساس ماشي نقرا، وانا مانيش ماشي نقرا ماشي نخدم في الباتيمون. خاطر كان معناها اللي قالوهم يا بابا كريمون يا نرضاو عليك كان تكمل قرايتك وتاخذ دبلومك يا زايد، معناها ما بيناتناش حتى تحديث. فانت ما دخلتش معاهم في جانب الصراع، مشيتهم ولكن في وميم طون عملت الحاجه اللي تحب عليها. اكزاكتومون كنت متاكد اللي كنت نقرا فيه، مش نعاود ناكد اللي الكلام هذا مش معناها برمشي هو تجربتك انت الخاصه. اكزاكتومون بالضبط. تنجم تنجح مع ناس تنجم تفشل مع ناس. بالضبط. قرايتي ما كانش توصلني للاحلام نتاعي، دونك زايد اني نقراها. بورتون كنت لولاني في البروموسيون تاعي وقتها نقرا كوميرس على فكره، اما الكوميرس اللي نقراه ما عندوش علاقه باللي عملته من بعد، خاصه في العالم انا مخي اكزاكتومون كان مخي في الجيني سيفيل، وعملت اول شركه انا والكوزان تاعي، وبدينا نقدموا بشويه بشويه وبدينا نعملوا في بورتفوي كليون باهي. حكيت مع البلاصه اللي كنت نقرا فيها سيستم ايكول دونك البريزونس اوبليغاتوار، قلت لهم عملت شركه هذه وراقها. العام اللي تعدى لول على البروموسيون نتاعي بورتون باكليتر ونقرا في حاجه عندها علاقه بالايكونومي، هذا يثبت اللي انا نجم نتميز في اللي قاعد نعمل فيه. خليني البروجي البي اف ام تاعي نجيب لكم اللي انا عامل شركه وعملتيوك فسحه معناها مش تنجم انت تخدم توفق بين خدمتك وقرايتك. ولا قالوا لي لا يلزمك تحضر، ما فيهاش كلام الحاجه هذه. دارنا كيف قلت لهم نبات القرايه، قالوا لي لا. فما دي ديسيزيون وقتها روانا صغير نحكيو نحكيو على 20 21 حاجه هكاك. كمان ما عندك في 20 سنه تسمى عندك ماتوريتي يعني نضج باهي معناها. ولا دونك خديت ديسيزيون حس تحت مس ما حكيت عليها لحتى حد، وانا مانيش باش نكمل قرايتي ومش ما قلت لحد، ما قلت لحتى حد، ما قلت لحد الوحيد اللي يعرف اللي هو عندي كوزان واحد اخر نتاعي، واللي هي خطيبتي اللي هي توا مرتي. ربي يفضلك يعطيك الصحه. هي اللي يعني هذوما حافظين سرك معناها ما يعرف حتى حد. اكزاكتومون. دارنا الاخر لحظه ضربت شهادتي مش مش بمعنى اني ضربت شهاده، ما ها هو الوحده نتاع النوت ايوب ناجح افيك مونسيون يعطيه الصحه. وفات الحكايه وممكن ظهر لي بابا التوا ما يعرف اللي انا معناها كملت قرايتي الاخر لحظه. اما متاكد اللي حتى كان توا بابا ما نلومش عليه، ولد المدرسه التونسيه، حتى كي نبدا ندخل عشرات ومئات اللي يحلم هو ندخله، مادام ماهيش وظيفه دونك انت في ريسك وما تعرفش على المشكله منين تجيك. به خلينا نرجع، ذكرني فين كنا. لا مهم اللي حكيته انت، خاطر انت حكيت انه تويكا تعديت من البيت الصغيره تعديت للمحل اللي زينته وعملت فيك في محبينتي، وانت عندك عباد تخدم معاهم وعباد يعني تنظف الخدمه نتاعك سيتيرا، وريت الاثار نتاع الخدمه نتاعك على شركات التوصيل وغيره وكل شيء. دونك وصلنا للمرحله هذه اللي بديت في مرحله الجروث، دونك بديت تكبر شويه وسكالابيليتي انك تخدم اقل مش تدخل اكثر اكسترا. دونك بديت بالمحل يعني اول حاجه عملت بيرو، عملت محل. كيفاش عملت بالضبط؟ بيرو في ابارتمون، بيرو ستاندينغ نتاعو صرفت عليه بالكدا، حبيت نخرج حاجه انت تبدا مرتاح فيها. اكزاكتومون نبدا مرتاح فيها ونستمتع كي نبدا موجود نخدم غادي، واللي رونديفو نتاعي يصيروا غادي، والقاعه العمليات خلينا نسميوها اكزاكتومون. بورتون بعد البزنس كبرت دونك البلاصه ما عادش تحتمل نقلت منها، ما ديما تقعد البيرو هذاك عنده معزه خاصه عندي خاطر عنده فضل كبير علي. باهي في مرحله من بعد سي بون عملت فلوس من لي كوميرس، شبعت بالفونت، بورتون مازلت الى يومنا هذا نبيع. قلت يلزمني نخمم ونسكيلي اكثر، والاحلام والطموحات نتاع ايوب اوسع واقصى من هكاكا، واللي كوميرس ما ينجمش يخلطوا لهم. دونك لهنا لازمنا نوليو نحكيو على دي بروجي اخرين، نحكيو على دي ستارت اب، نحكيو على غيره. فخليني نحصر الافكار نتاعي وباش نعرف كيفاش نقدم ونركح استراتيجي نتاعي القدام. الحاجه اللي خلينا نبداو متفاهمين فيها، اي حاجه باش نعملها باش تكون عندها علاقه باللي كوميرس. نحكيو لهنا على سيرفيس اللي هي باللي كوميرس. والاشكال اللي في تونس ما عندناش لي زي كوميرسون بالكميه الكبيره اللي يخليوك كي تلانسي سيرفيس تلقى شكون ينجم يشري من عندك السيرفيس هذه. فهمت. دونك قلت استراتيجي هذه اللي يلزمني نمشي فيها، يلزمني نخلق كوميونيتي كبيره عندها علاقه باللي كوميرس، تخدم اي كوميرس، تحب تبدا في اللي كوميرس، تفهم اي كوميرس، بارتاجي معاهم اكزاكتومون. وفرد وقت ندخل برشا عباد اللي كوميرس زاد كيف ما انا فهمتك. والله فما ديتاي صغير مروان مثالش خليني نحكيه، واللي هو من الحاجات اللي خلتني نبدا في الكرياسيون دو كونتوني.
وقفت مرة على حماس، مش ناخذ باكو دخان، بيان سور ما نشجعوش الناس على الدخان، من أحسن نوع فاخر في تونس. وفي الوقت هذاك نلقى شكون قدامي، كي دخلت أنا سكت، هو شريت أنا باكو دخان اللي حاجتي بيه، وبعد وأنا خارج قال له أعطيني سيجارو من أخي بالأنواع الموجودة في تونس، جون محلاه بوغوست بارك الله عليه. قلت سبحان الله، علاش أنا نجمت نعمل هكاكا وهو علاش ما نجمش يعمل هكاكا؟ دونك بالحق من اكثر الحاجات اللي خلتني وليت نحب نبارتاجي المعلومه، واي حاجه نفعتني انا ماذا بيا نبارتاجيها يعني مع العباد. من باب انت الحاجه اللي فرحتني انا وعاونتني انا نبارتاجيها باش تنجم تعاون شباب اكزاكتومون، واللي بدل لي حياتي انا بورتون معناها من حي شعبي، من اكثر الحياه الشعبيه. انت منين بالضبط؟ من عائله متواضعه، انا من حي الانطلاق. حي الانطلاق كي نقولوا حي الانطلاق اللي هي بحذا حي تضامن، اللي ما يعرفش حي تضامن حومه شعبيه على الاخر. والبيئه نتاع الحومه هذيك ممكن عندها دور كبير باش ما تخليش ايوب كيف ما كان توا. اما كيف ما قلنا كي يبدا عندك ديزوبجيكتيف وعندك طموحات تصنع انت البيئه اللي حاجتك. يعني اللحوم الشعبيه اكيد عندها فضل على برشا ناس، خاطر تعلمك، تعطيك برشا دروس. لا شو تعلمك بلغتنا نحن، تعلمك القرحه، تعلمك تجيب طرحك، تعلمك نيغوسي، تعلمك تسترجل الوقت اللي لازمك تسترجل. صحيح. كيف ما زاد فيها الخايب اللي هو لونتوراج، العباد اللي موجودين غادي، الحاجات الدارجه والمداوله، الحاجات اللي تجبدك اللوطه. اكزاكتومون. وكنت نجم تجبد اللوطه في جورتها والقاعده مع اولاد الحومه وشدان البوطوها وغيره. انا قلت من الاخر نعرف اللي مش باش تعجب برشا عباد هذه، اما اللي يحبني تو يجي معايا ويتبع ثنيه نتاعي، واللي مش يقول ايوب هاو بيه وعليه وهو كذا دبر راسه. في الاخر انا قدامي دي زوبجيكتيف لازمني نخلت لهم بحد شيء. اكزاكتومون. الحاجه صارت قدامك وقعدت في مخك، واللي هي قررت بعدها انك تتوجه لصناعه المحتوى، اللي هي انت لما دخلت الحانوت وشفت انه غيرك ماهوش قادر يشري الحاجه اللي انت قدرت عليها، رغم انه الامكانيات موجوده، وقلت اذا كان انا نجمت علاش غيري ما ينجمش. دونك مشيت لصناعه المحتوى. صناعه محتوى اليوم في الاي كوميرس كيفاش كانت بداياتك؟ تعقيبا على الكلام اللي كنت تقول فيه مروان، ماهوش هذاك الحافز الوحيد. قلنا الحافز الوحيد خلينا نقولوا الكربيرون تاع صناعه المحتوى اللي هو كان يلزمني نكبر في الاي كوميرس، ويلزمني نكبر في كل ما عنده علاقه بالاي كوميرس، يلزمني نصنع كوميونيتي. وقاعده الفكره تمشي وتجي، وكل مره تجي حاجه ككاتاليزور تزيد تخليني نزرب اكثر في الكرياسيون دو كونتوني. البدايه في الكرياسيون دو كونتوني كانت بسيطه على الاخر. في السالة مونجي متاع داري حطيت الكاميرا قدامي وبديت نحكي في فيديو ديجا مازال موجود توا، اللي هو عمل فيوز حاجه رهيبه على الاخر. بورتون ما انا نحشم باش نعاود نتفرج فيه من ناحيه الكاليتي والمحتوى وكل شيء. قلت كي تسال اي عبد في تونس شنو هي المشروع تنجم تعمله، اوتوماتيكمون باش يقول لك يا قهوه يا حماس يا فريق يا كذا يا ريستوران. بورتون اللي المشاريع هذيك اول سكول على الاخر، ولا تقدم بينا نحن ولا عندها فالور اجوتي. اكزاكتومون بالضبط. وحكيت هاو اكزامبل بيسكو انا قلت ما تعملش هكايا، خليني نقول لك شنو تعمل لي كوميرس. وحكيت عن تجربه شخصيه اللي انا بديت نخدم في لي كوميرس عندي مده وعملت منه فلوس. شنو المانع مش انك تبدا تعمل فلوس من لي كوميرس؟ الفيديو هبطته على الانستغرام. قبله هو الحق ما نكونسوميش وما نستعملش تيك توك، وعندي حساسيه كبيره على الاخر من تيك توك ومستعملين تيك توك الى يومنا هذا. تو تبدلت الفكره بيان سور اكزاكتومون. بورتون ما نكونسوميش ياسر التيك توك على كيف ما الانستغرام. مرتي قالت لي جرب هبطوا في التيك توك الفيديو هذاك. قلت لها ما فيش العباد اللي حاجتي بهم، مش يضيف لي حتى شيء وسيبني من. قالت لي انسيسيت الا ما هبط الفيديو هذاك، من بعد بوم 400,000 فيو في الوقت هذاك. ايوب ما يعرفوا حتى حد، لو خلتوا شافوك بريسك 500,000 تونسي. وليت اكزاكتومون كي يعرضوك العباد في الشارع، مش انت نتاع كذا شفت كذا. الفاميليا يبدا كل مره يجي تليفون. بون بسيشيكمون ما كنتش متهيئ لها ومتقبلها ياسر الحكايه هذه. فجاه من عبد عادي خلينا نقولوا ناكره تولي برشا عباد تعرفك ويقولوا لك راني شفتك. اما بشويه بشويه بدات تتحل المشكله هذيك، وليت بالعكس نتقلق يقولوا العباد فينك ما عادش يشوفوك. دونك من بعد يطلبوا فيك بمحتوى اكثر. اكزاكتومون. دونك قلت خليني نركز نعطي محتوى اهم حاجه الكاليتي الباهيه في الصوت في التصوير في كل شيء. نفس الشيء ما لقيتش بالحق من الاول شكون يعاوني ويعطيني كيفاش نركح الضوء كيفاش نركح الصون. طلبت انا من لي كرياتور دو كونتوني اللي نشوف فيهم نبعث ميساج على السلامه راه نحب نعمل كذا جاوريني كيفاش. فما برشا تفاعلوا معايا ويعطيهم مساحه. فما شكون اللي جاب حذايا وراني كيفاش نستاهلي. شريت من ماركت بليس تونسيه جوميا مثالش خلينا نسميوها. وكان ولا به
دونك شريت شويه دي رينج لايت حطيتهم خديت ميكرو كاليتي حموم على الاخر سافا تصويره تحسنت على الاخر بارابور اللي كنت نعمل فيه ولا. وهذا بالحق الناس اللي تسمع في البودكاست كان عندك ما تضيف للعباد ولا كان عندك على شنية تحكي ابدا بابسط طرقته تلقى روحك شديت تمدك ما تنجمش تبدا ممتاز على الاخر وكل شيء ماشي بطريقه لازم برودكسيون معناها ولا تو كي تقدم تو تتحسن اوتوماتيك صحيح ولا. دونك ولينا مركزين اكثر على الكرياسيون دو كونتوني ولينا عاطينها وقتها ولينا عاطينا لي ريسورس نتاعها وبدا بشويه بشويه الكونت انستغرام تاعي اللي هو كان عليه تركيز يبدا يكبر بالكدا. وصلت حتى في جمعه يزيدني اكثر من 7000 فولور ما غير حتى ديبونس على الاعلانات اورجانيك معناها اورجانيك ريتش اورجانيك. كان الكونتوني نتاعي ينتشر بطريقه كبيره على الاخر لانه كان ممكن كلام يعني برشا عباد هاو كيفاش تعمل بزنس وهاو كيفاش تدخل فلوس كان واضح وصريح وماشي للنقطه مباشره اكزاكتومون. والاستراتيجيه نتاعي من الاول اللي انا كنت نحب نحكي كيما توانسه الكل نجي نقجم عليهم كلام صعيب وديمو تكنيك بالانجلي لا بالفرنسي اللي كنت انت تلوج عليها تحب تعطيها جايين هالنقطه ذيك. وفرد وقت الكاتاليزور الاخر اللي خلاني نصنع محتوى على الريزو سوسيو اللي هو كيف ما انا تبهدلت وما لقيتش شكون يعلمني لي كوميرس باش نخدم في تونس خليني نقدم محتوى للعباد اكزاكتومون وخلي العباد تعرف لي كوميرس وخلي العباد تفهم في لي كوميرس. وقت اللي تولي عدد كبير نتاع دي كوميرسون موجودين في تونس ها وقتها عندي لي برودوي نتاعي نبيعهم لهم بيسكو معناها خلينا نقولوا من احسن انواع التسويق انك تسوق بالمحتوى. ومن اكثر حاجات اللي يلزمك تخدم عليها كانك متبني استراتيجيه هذه يلزمك تصنع بيرسونال براند اللي كان تركيزي على اني نصنع بيرسونال براند اللي هي ايوب ناجم. ما كانش نحب حتى ايكون فاكتوري اللي هي حاط عليها البلاتفورم اللي حاط عليها الفورماسيون قليل على الاخر فين اني نذكر حاجتي بيرسونال براند اللي هي من بعد تنجم تخرج منها خاطر العباد يعرفوا الشخص اكثر من البرودوي ولا ومش يكون عندهم ثقه في الشخص دو تيل فاسون كي يبيع اي حاجه تنجم تتباع بيان سور لازمك انت تكون قد المسؤوليه هذيك. دونك فوالا الحمد لله اليوم معناها تقريبا وليت في نمشي مش انت ايوب نتاع لي كوميرس الناس تسلم الناس تحب تتصور حاجه بالحق تفرحني على الاخر وحاجه تحسسني ممكن بالمجهود اللي عملته هذاك الكل ما مشاش خساره. هي اللي ياسر هي اللي على الاخر وفرحان لك وفرحانك برشا باللي قاعد تعمل فيه وان شاء الله من حسن الى احسن. ومهم لي كلامي قاعد تحكي فيه مش العباد خاطر انا قاعد نسمع فيك قاعد نتعلم برشا حاجات وفهمت حتى حاجات في شخصيتك انت مثلا ابارامون من النوع اللي تلوج على المعلومه يعني ما تقعدش تستنى حتى تجيك المعلومه دونك تلوج. وهذه راهي مهاره مهمه ياسر في وقتنا هذا وبرشا عباد ما تعرفهاش ويبخلوا ياسر ما يعطيوهاش حقها خاطر مهم ياسر انك تلوج على المعلومه اليوم. واعتقد انه الاي كوميرس الكل بارتي كبير ياسر فيه هو الترويج على المعلومه تلوج على البرودوي تلوج على اليوزاتور نتاعك الكليون نتاعك شكون اكسترا. وهذه حاجه حلوه وهذه حاجه مهمه. خلينا نعطيو حاجه للي قاعد يتفرج اليوم. اعطيني دي زيتاب بالنسبه للعبد يحب يسولونس بعد بودكاست هذايا عنده حاجه بسيطه ويحب يسولونس في الاي كوميرس. اعطيني 1 2 3 باهي باش نعطيك كيف ما طلبت انت 1 2 3 ما غير حتى تعقيدات وما غير ما نصعبوا ومهما كان مستوى العبد اللي يسمع في البودكاست هذا قادر يطبق الكلام اللي باش نحكيه هنا تو اكزاكتومون. باهي البدايه في الاي كوميرس سهله ياسر ورد بالك تسمع كلام اي عبد يصعبها لك ولازم تعمل ويلزم تقرا ويلزم تتعلم ويلزم ما نعرف شنو ويلزم خبره ويلزم كذا. سهل ياسر نحكيو على تجاره الكترونيه. دونك انت باش تكون تاجر اون ليني فلهنا باش نحكيو على عمليه بيع وشراء مش تبيع برودوي ومش تحاول توجد شكون يشري البرودوي هذاك. اول خطوه لازمك تعملها اللي انت لازمك تحضر لي بلاتفورم مش تبيع عليهم. ديما نقول اول حاجه لازمك تعملها اللي هي الانفراستراكتور نتاع البروجي اللي هي المنصات اللي باش تخلي العباد يشوفوا لي برودوي نتاعك حاجات اكسيسيبل على الاخر للناس الكل باج فيسبوك كونت انستغرام الناس الكل تنجم تعملهم وتعمل بوتيك اون ليني وفما برشا منصات تنجم تبني عليهم متاجر الكترونيه. واهم حاجه يا مروان كيف ما حكيت انت الكلام اللي الناس تسمع فينا كي نقول تعمل متجر الكتروني ولا اي حاجه حسيتها صعيبه ما فما حد شيء صعيب مادام فما مئات ولا الاف عملوا الشيء هذا. وحكينا قبيله على البحث عن المعلومه ابحث كيفاش تعمل حاجه هذه تو تلقاها ما فما حد شيء صعيب يسوفي انت خديت لاكسيون وبديت تلوج تلقى كل شيء كيفاش يصير. فما خاطر شكون ساعات يبدا يلوج يزرب يحب يلقى المعلومه في ساعه وهذاك ساعات يسبب لك خيبات امل. اعطي روحك الوقت ما تعطيش مثلا تقولش انا لازم نلقى المعلومه في ساعه. ابدا لوج ما غير ما تمشي على اليمين وعلى اليسار برشا لوج على المعلومه اتعب واصبر شويه تلقى المعلومه اكزاكتومون. والمعلومه المليانه المعلومه الثمينه تستحق مجهود وتستحق تسبيح وتستحق ثانيا ركبه وفي الاخر تلقاها ما عندها فين هرب. باهي دونك يسوفي حضرت المنصات اللي باش تعرض عليها من المنتجات نتاعك. لهنا خلينا نحكيو على المنتج. واي عبد تساله كيفاش نبدا في الاي كوميرس يقول لك لوج على منتج.
اصعب مرحله اللي هي ترويج على منتج. ما نحبش نسميها انا ملول على خاطر السوفي تصير عثره في الليتاب هذيك مش تبطل كل شيء. اما اذا بديت بتحضير لي بلاتفورم اللي مش تبيع عليهم سي بون انت دخلت في التبعه كما قال الاخر وسي بون لازمك تكمل الخدمه نتاعك. دونك لوج على منتج في اسواق الجمله اللي موجودين في تونس، فما تجار موجودين على لي جروب فيسبوك. في مرحله لاحقه تنجم تعمل امبورتاسيون، تنجم تصنع حاجات وحدك في تونس. الاهم من انك تلوج على منتج انه تغذي عينيك. ايش معناها تغذي عينيك؟ معناها تخلي عينيك تتعبى باش يحبوا تونس وشنو قاعد تبيع في تونس اترافير الفيسبوك لايبراري اللي هو يعطيك فاش تونس قاعدين يبيعوا، اترافير التيك توك كرييتيف سنتر اللي هو تعرف فيه اكثر لي برودوي الترند في العالم في الوقت هذاك. في مرحله اخرى تنجم تشري سباي تولز اللي هما تتجسس بهم على لي كوميرسون صحاح في العالم فاش قاعدين يبيعوا على لي كونت كو سوا انستغرام تيك توك فيسبوك اللي يحكيو على الوينينغ برودكتس. يسوفي غادي عينيك بالكدا كي تمشي تلوج على برودوي تولي سهل تقول هذا شفته في منعرش فين وشفتوا عامل ارقام باهيه ولا عامل دي كومنتير دونك خليني نجرب نبيعه. يسوفي لقيت البرودوي ويا حبذا انك تمشي تلوج على برودوي ما تشريش كيف ما عملت انا. هز من معك تليفونك صور لي برودوي الكل، حتى كعبه ما يسيدي مش لازم تشريها، صورهم بتليفونك، صور 10 20 برودوي وروح للدار حل الجاليري نتاعك تلقى تصور الكل تصوير عليها كتيب عليها كودابار عليها غيره، اعمل لي ريشيرش تلقى دي فيديو اكزاكتومون باش تصنع دي فيزوال اللي هما نسميهم نحن لي كرياتيف اللي باش تسوق بهم. يسوفي حضرت لي كرياتيف هذوك ينجم يكون تصوير ينجم يكون فيديو بيان سور يلزم تكوبي نص اعلاني باش تفسر به البرودوي هذاك. لهنا باش نتعداو المرحله اخرى اللي هي كيفاش توصل للعباد في الاي كوميرس. في مرحله اولى خاصه يلزمك انت تمشي للعباد باش يجيوك، اما كي تقدم وتركز بالكدا اصنع براند تخلي العباد يجيوكم من بعد. دونك لهنا يلزمنا اول حاجه نلتجئوا المنصات نتاع الاعلانات المعروفين في تونس كيما الفيسبوك كيما الجوجل، واكثر حاجه تلقى فيها تونس اللي هي الفيسبوك. دونك هذاك علاش نشجع اللي يخلي مجهودك ملول كله متركز على انك تتعلم الفيسبوك ادز، تعلم كيفاش تعمل حاجه اعلانيه وما تسمعش كلام اللي صعبها لك ويقول لك تيست مع شنيه وبساعه شو ابدا تلقى روحك كل شيء في الادز تقول خلي فيسبوك هو اللي يختار. هذه بتقولها لي هذايا تقول لي خلي فيسبوك اصبر على فيسبوك تو وحدك يهز وحده يهزك للعباد المهتمه بالبرودوي نتاعك بالضبط. ما غير برشا فلسيف اللي الالغوريثم تاع الفيسبوك اذكى منك. دونك يسوفي باش لانسي كومباني بوبليسيتير بيان سور نحكيو على لي برودوي دو بوزوان اللي كنا نحكيو عليهم كبيره. ما انت كان مش تبيع حاجه يستعملها بيبي دونك لازم تمشي للاودينس اللي حاجتك بها. اما برودوي الجمهور نتاعو واسع وعريض دونك خلي الفيسبوك هو يعرف جمهوره، هو ديجا مش يدخل الكامبين نتاعك في ليرنينغ فيز، هو ديجا مش يوصلها لبرشا عباد واحد تو يبدا يستنتج شكون المهتم بالبرودوي هذاك وبشويه يبدا يبتيميزي ويهزك للاودينس اللي حاجتك بها. دونك نقولوا فيسبوك ادز راهي عمرها ما كانت حاجه كومبليكي وعمرها ما كانت حاجه كانت صعيبه، واللي يقول لك عكس هذايا راهو يا يحب يصعب عليك يا ما يحبلكش الخير. ابدا تلقى كل شيء سهل وتنجم تخدمه. دونك سهلها تسهل فوالا. دونك لانسي لي كومباني بوبليسيتير اللي مش تبيع بهم لي برودوي هذوكم. كان نجحت المحاوله الاولى وبديت تعمل في دي فونت ابني على الشيء هذاك، كان ما نجحوش ما ترميش الفولار البيضاء وما توخرش، عاود جرب مع دي برودوي على خاطر يلزمك تاخذ بعين الاعتبار. علاش تقول ابداو حتى ببيجي صغير ابداو حتى تحسوش ولا 200 300 الف حتى كان ما نجحتش 200 300 الف تنجم تعاود 200 300 الف اكزاكتومون. وتنجم زاد حتى كان ما عندكش بودجي كبير تنجم تستغل الريتش اورجانيك اللي هو ترافير التيك توك ولا ريلز انستغرام. تحاول تصور فيديو سامباتيك، فيديو خفيف، فيديو يوصل فكره، يحط البرودوي نتاعك كون فالور. طيش كل يوم فيديو 2-3 على لي بلاتفورم هذوما تو تختف لك برودوي يمشي فايرل وصدقني يمشي يصنع لك الفارق ومشتهى باللي فونت. كان ميزانيتك تسمح امشي ديريكت تخلص البوبليسيتي على لي بلاتفورم اللي كنا نحكيو عليهم. السوفي بديت تقبل في لي كوموند، تشوف شركة توصيل تتعاقد معها، موجودين ياسر في تونس، اختار الشركة اللي تحب عليها بالبودجي اللي يساعدك بالإمكانيات اللي تساعدك. شوف شركة هي تولي تقوم بعملية التوصيل، أنت ماكش مش تعمل حتى شيء، مش يجيك شوفور يهز من عندك لي كوموند نتاعك، من بعد مش يقعد ما بيناتكم سيستم تعرف بيه لي كوموند نتاعك هل هم تليفري ولا لا، هل هم في الدب، هل هم رجعوا روتور، قداش عندك فلوس يلزمها اكزاكتومون، قداش عندك فلوس لازمك تاخذها من شركه توصيل، قداش فلوس خديت، هذا الكل سيستم تاع شركه التوصيل ينظمه لك وما عندك فيه حتى مشكل. دونك من بعد تقعد تعاود في البروسيس، والاهم انك تطور، ما تقعدش تستابل، تطور روحك اكزاكتومون، تقعد تطور روحك وتطور في شخصيتك وفي لي سافوار فير نتاعك وفي لي كونيسونس نتاعك، تتعلم انت اكثر، وهذا اللي مش يكون عنده امباكت على البزنس اللي باش يخليه يتطور اوتوماتيكمون. ولا يعني تقول بعد هذا كل تقول استثمر في روحك انت زاده، تعلم حاجه جديده،
يمشي تعرف على عباد اخرين، احكي مع عباد اخرين، اقرا حاجه جديده. هذا يمشي يخليك انت تتطور، وهكا تنجم تطور انت بيدك البرودوي نتاعك، وتطور التجاره نتاعك، وتطور مداخيل نتاعك. اكزاكتومون. نرجع لك القاعده اللي تقول اللي ما يطورش راه ما عنده حتى حل كان يوخر. دونك استابيليتي راهي تقتلك. وبالحق خليني نوصل الميساج هذا للناس اللي تخدم اي كوميرس. لو كان عندك اكثر من شهرين 3 ستابل في نفس المرحله، كون متاكد اللي انت من بعد ماكش باش نجم تستمر، خاطر السوق والتيران والخدمه في الاي كوميرس ما نحبش نصنفها حرب، اما خلينا نقولوا في الاخر عركه وكونكورانس ما بين لي كونكورون تاعك. دونك اللي يمشي نجم يغلب المعركه هذيك هو اللي يقدم اكثر، مش يكون سباق على الاخر. فوالا. وافضل وسيله للدفاع هي الهجوم. على قد ما تهاجم وعلى قد ما تقدم، بون الهجوم معناه انك تقدم في خدمتك بيان سور. على قد ما مش تقدم اكثر، على قد ما مش تزيد تربح تيران ومش تخلي عندك ديزافونتاج بارابور لي كونكورون تاعك. واضح. رحله انت دونك مع الاي كوميرس سنوات. شنو اكثر درس تعلمته؟ شنو اكثر درس تعلمته؟ نقول لك اكيد تعلمت برشا دروس. اعطيني درس، حاجه او كلمه او جمله سمعتها قعدت لك في مخك. باهي، باش نقول لك اقوى بالحق درس، واللي هو يصنع الفارق في اللي كنا نحكيو فيه الكل، اللي هو ما فماش مشكله ما عندهاش حل. يسوفي تبدا مقتنع بالدرس هذا، دونك ما عندك حتى حل كان تلقى الحل. وباش تلقى الحل فما شكون يقول حتى كلمه حلوه، يقول لك كل مشكله تجي معها الحل نتاعها. اكزاكتومون. والمشاكل هي اللي تصنع لك شخصيتك، واللي هي تزيد تقدم بيك. كان مش تقعد تخدم من غير مشاكل، صدقني مش تقعد تستقبل في الاخر. معناها المشاكل هو اللي يصنع المشاكل، هما اللي يصنعوا النجاح. اي هذاك علاش انا حتى كي نحكي مع بعض الشباب ساعات كي نحكيو على المايند سيت، خاطر فما برشا اليوم خزعبلات على عباد الموتيفاسيون الواحد. كي نقولوا له بدل المايند سيت، راهو كي تبدل المايند سيت نتاعك مش المشاكل باش تنحى، راك كي تبدل المايند سيت نتاعك طريقه تعاملك مع المشكله هو اللي باش يتغير. اكزاكتومون. فما شكون كي تعرض مشكله يهرب، توا انت كي تبدل المايند سيت نتاعك تولي كي تعرضك مشكله تقول ايوه خليني نفهم المشكله هذه شنو، انا شنو نجم نعمل تويكا وشنو نجم نعمل من بعد، اسكو المشكله هذه يخطر عليا توا ولا نجم نصبر عليها اكسيتيرا. فالمايند سيت للناس اللي تسمع الكل هو طريقه التعامل مع المشاكل اليوميه بطريقه ما نقولش ايجابيه، لكن بطريقه ذكيه تخليك تقدم وتتعلم اكثر. شنو اصعب مراحل عرضوك في الاي كوميرس؟ اصعب مراحل عرضوني في الاي كوميرس، خلينا نحكيو على البدايات. من بعد واحد فهم دو كويس يجي الاي كوميرس في تونس، وعرف المشاكل وعرف كيفاش يتعامل معها. وحتى كي تلقى مراحل صعيبه مش تفهم اللي هي مآلها للحل، المآلها اللي هي الحل. اما من الاول مازالت النفسيه فراجيل شويه، مازال معناها مازلت بالحق مانيش فاهم الدومين. دونك اول ما تصير مشكله تعمل لك الرجاء، تخليك تسال السؤال اللي قلت وانت قبيله فاش قاعد نعمل، هل نواصل، هل نعمل مارشارير او كذا. وفما مره حكيتها في ستوريات مروان، من تقريبا من بيجي صغير على الاخر، معناها وصلت الكابيتال نتاعي من الاي كوميرس، نحكي على البريود الاولانيه، معناها وصلت الكابيتال نتاعي 50 مليون. فرحان بهم، مجهودي نستحق اكزاكتومون بالضبط. ومن بعد جت بريود خايبه على الاخر، اللي بالحق ولات فما شويه مشاكل في الاي كوميرس، اللي هي كانت عندها علاقه بالفيسبوك ادز والمشكله نتاعو مع الابل. وقبل لما حل المشكله ذيك وزادت خلطت المشكله ذيك، كملت كبرت المشكله. دونك بديت بالحق نشوفك الكابيتال اللي عملته قاعد يوخر بشويه بشويه بشويه. دخلت مرحله شك بالضبط. وبالحق قاعد نشوف الكابيتال هذاك قاعد ينقص 40 30 20 واحد اخر راهو تحت ال50 اللي هو وصل لهم، مش يقول لك هاو يهزي خليني نستثمر المبلغ هذاك في حاجه اخرى. وصل الكابيتال 7 ملايين مروان. تعرف معناها 7 ملايين؟ طاح ل 7 ملايين. طاح ل 7 ملايين بعد ال50 اكزاكتومون. طاح ل 7 ملايين، بدا ينقص، نشوف فيه تحرك قدامي بشويه بشويه، وانا قاعد نصرف باش نلقى حلول، والحل ماهوش موجود. وكي نتذكر المشكله ديك توا نضحك، رغم اللي كان عندها تاثير كبير على خدمتي وعلى نفسيتي وعلى كل شيء. نضحك على خاطر بالشخصيه نتاع ايوب تو ينقزها ويتجوزها فيسا، ماهوش مش يقف غاديك. درس تكلف 43 مليون نقطه ورجع للستر. دونك كلف 43 مليون اكزاكتومون. نقفوا مع اما الدرس هذاك من بعد يعلمك تجيب اكثر من المبلغ هذاك برشا زاد. به بعد الفاصل ونرجع.
نرجع مرة أخرى مع أيوب ومع الدرس اللي يكلفه 43 مليون. أنت قلت أنه عادة برشا ناس أنه لما يجيوا مرحلة كيف هذه درس يكلفهم برشا يبطلوا وما يقدموش. تعتقدش أنه الحياة أصلا صفة عامة هي للناس اللي ما يسلموش كي يوصلوا للقاع؟ نعتقد على الآخر ونأكد شيء هذا على الآخر. على خاطر كالكول صغيرة هي يسوفي سلمت سي بون ديجا خسرت. صحيح. ديجا انت من الاول عارف شنو باش يعرضك وعارف المشاكل اللي نجموا يصيروا لك ويشرتو اخترت انت اثنين هذيك تقبل المشاكل من نوع هذوم. كيف ما قلنا لو ساعات يا مروان مشاكل ساعات يغلبوا الشخص معناها صحيح. يغلبوا العبد. مع كنت الشخصية متاعي كيف ما قلنا ما هيش قوية ياسر بحكم مني صغير نحكيه في العشرينات بحكم المغريات اللي العبد قاعد يتعرض لها صحيح. بحكم البيئة اللي هو موجود فيها كيف ما قلنا راهو هي تتقال مجازا يطير عليك النوم في الليل. اما في الليل بالحق يطير النوم وتلقى روحك فايق وتخمم في المشكله هذيك وتحس تحس بالحق في الضرر قاعد يخلط البدنك اللي تحس شعرك قاعد يتيح اللي عينيك قاعدين يحوقوا اللي ستريس مطير عليك الشاهيه اللي بالحق زاد تولي حتى ما عندكش خلوق حتى باش تحكي مع عباد اكزاكتومون. واللي الاشكال هذا من بعد ميساج خليني نقول لك على الدرس اللي تكلف 43 مليون. الدرس هو اللي يلزمني يكونوا عباد دايري بيا يخليوني نقدم ونخلط لي زوبجيكتيف نتاعي. الانتوراج نتاعك اكزاكتومون. كان جاي الانتوراج نتاعي نجم نبارطاجي مع المعلومه وكان جاي الانتوراج نتاعي نجم يعطيني نصيحه ما كانش المشاكل هذيك تجرى. دونك اوكي خليت الاوبجيكتيف نتاعي اني نخدم على اني نصنع بيئه تخلي الافكار والطموحات هذيك تزدهر. البيئه المناسبه بيئه تنجم تبارطاجي فيها حاجات مع الناس وتنجم تاخذ منهم حاجات كيف هذا هو شنو تحب تقول. اكزاكتومون بالضبط. بيئه نتاع عباد كي تحكي معهم تحكي معهم في ما ينفعك وما ينفعهم ما كنتش تحكيو في حاجات اخرى ما عندها حتى علاقه بنرجع نعاود نقول بالليزوبجيكتيف نتاعك. معناها لا حاجه ينجم يكون حتى تفادليك وضحك ولعب ولكن يقعد ديما في نفس الطريق اللي ماشي ولا. وهذاك هو اللي نسميه هنا مرض العصر. معناها العباد ولات تعبد وتجري وراء ما يسمى خلينا نفركهم وخلينا نضحك وخلينا نبدلوا الجو وخلينا كذا تلقى روحك معدي ولا الجو هذاك الكل وكل القعدات ريالمون كي تبعد عليه تكتشف لي هي ماستا واللي هي باش مش تضيف لك حتى شيء واللي هي قاعده تحرق لك في عمرك. الحياه افضل من دون حكايه هذيك ولا افضل على الاخر. معناها الوقت هذاك كي تصرفوا في حاجه اخرى بالحق تبدا شيخ وعامل جو وعامل كيف على اللي عملته في الوقت هذاك خير من انك مشيت تقتل ساعتين ولا 3 من وقتك في قاعده ما عندها حتى علاقه مع في وسط عباد تافهين في وسط انتوراج اللي هو يزيد يكبلك ويعمل مشاريع بيك. دونك الازمه هذيك خلينا نسميوها من اكثر الدروس اللي خديتهم منها اللي هو بالحق يلزمك تصنع روحك بيئه تعاونك على الانجاح. وشنو كانت القرارات بعد الفتره هذيك نتاعك انك يعني صفيت في الانتوراج نتاعك؟ بالضبط. برشا اصحابي ممكن برشا شجاعه اكزاكتومون برشا اصحابي ممكن يسمعوا توا البودكاست هذا اللي ما عادش نزل عليك التليفون تو سامبلومون عطيتك فرصه يجي معايا الموندو اللي نحب انا نمشي له سينو ما عادش نزل عليك التليفون كلاسيني من بعد حقار كلاسيني بدلوا ما نعرف شنيا كيف ما تحب انت ما عادش نزل عليك التليفون واحكي انت اللي تحب على خاطر قاعد نتضرر راني في الامبيونس وفي الانتوراج هذاك. الحاجه الثانيه اللي انا خلتني والصعيب في هذا الكل انك مش تخلق روحك بيئه جديده مروان. صحيح. ماكش روبو مش تعدي 16 ساعه تخدم لازمك عندك وقت تكومونيكي فيه مع عباد تتفاعل مع عباد بدل الجو مع عباد اكزاكتومون. سيرتان مومون تلقى روحك وحيد ما عندك مع شكون تقعد ما عندك حتى حل كان تعاود ترجع للامبيونس وللبيئه هذيك. دونك كان فما هدف اللي انا لازمني نصنع بيئه اخرى بيئه اللي هي تخليك بلوتو بيئه اللي توفر لك اللي كنا نحكيو عليه. دونك لهنا عملت نظمت استراتيجيه اللي انا كل جمعه يلزمني نصنع كونتاكت ولا نخلق صداقه ولا نخلط علاقه بعبد اللي هو ينفعني. كنت نحضر ليسته فيها اكس ويكريك كنت ندق البيبان وكنت قلت لي انك تصنع تخلص من انتوراج قديم لكن لازم وسيلك تصنع انتوراج جديد. وقلت لي انك تحط اهداف اسامي وتحط اهداف ناس كل الناس هذوما مش ندخل معاهم في علاقات ونتعرف عليهم ونستفاد منهم. اكزاكتومون هكا بالضبط. خليني نعطيك اكزامبل مثال شكون نجم نحكيو عليه توا. عجبني في البلانيفيكاسيون معناها كيفاش تقرر يعني كل شيء تعمل له بلان معناها
ولازم البلان هذاك يتنفذ، ما عندكش شوا. دونك خليني نعطي اكزامبل كيف ما قلت لك مروان، اللي هو شخص شافوه الاخرين ممكن ما بانوش معايا برشا في ستوريات، اما فما شخص اللي هو عزام سوالمية الفونداتور نتاع سويفر، لا نعرفه لا يعرفني لا عمري قابلته، حديث الانستغرام على السلام عزام مرحبا بيك نحب نقابلك، قداش ما شاف الميساج هذاك ظهر لي من بعد خلى فيو ومن بعد قال لي مرحبا جاب حدايا السويفر في السنتر urban نور. مشيت له قلت له عزام من الاخر نحب نولي صاحبك، نحب نتعلم منك، معناها ما تكسرش راسك، معناها هذا شنو نحب. وبالحق ما عرفت عزام اللي هو عنده معزه خاصه على الاخر، كان عندها امباكت كبير على اللي قاعد نعمل فيه توا، خاطر تعديت الليفل واحد اخر اللي انا قاعد نخدم على دو ستارت اب اللي هو يلزمني بالحق نفهم الايكو سيستيم ونتعلم برشا حاجات ونفهم الموندو هذاك كيفاش قاعد يتحرك. دونك معرفة عزام والسعي لمعرفة عزام حلت لي برشا بيبان وعرفتني على برشا عباد وفسرت لي برشا حاجات اللي كنت ممكن نقعد سنوات نتبهدل ونطلع وناقف ونقعد باش نفهمهم. دونك هذيك كيفاش كانت استراتيجية البيئة اللي تخليك تنجح، يلزمك تخلقها ويلزمك توفرها حتى كان هي مش موجودة. قلت لك قبيلة ولد حياتي لاقة ما نجمش نلقى البيئة هذيك موجودة. معناها صحيح ولاد حومتي وجيران عباد محلاهم على الاخر وبالحق نحبهم وكن لهم كل الاحترام، اما في الاخر ماهمش موجودين الشخصيات اللي مش تتعلم منهم ولا يفيدوك. دونك ما عندك حتى حل كان تصنعهم انت وحدك. يعني الانتوراج مهم ياسر، انك تكون محاط بعباد تفهمك كي تحكي وتنفعك هي كي يحكيو، هذه حاجه مهمه. اذا كان ماهوش موجود الانتوراج هذايا حاول تخلق الانتوراج هذايا وتحط اهداف لروحك انك توصل للعباد الاخرين اللي نجم ينفعوك. وهو مروان سامحني قصيت عليك، كيف ما تبدا في اليوتيوب مثلا تتفرج على اليو اكس يو اي ديزاين تلقى محتوى يحكي كان على اللي تعمل فيه، تتفرج على الكوميرس كيف الالجوريثم يفهم ان انت طالب كان الشيء اكزاكتومون كيف تحاول تصنع علاقات من كاتيجوري معينه تولي الالجوريثم تاع الحياه يخدموا خدمتهم وحدهم. صحيح. اي لكن انا خاطر ذكرتني بحاجه اللي هي بديهيه ولازم يكون الناس كلها عندها حاجه دي، هو انك اذا كان عندك هدف فلازم تعمل الحاجات اللي تعاونك باش توصل الهدف هذاك وتخليك تقدم. انت قررت انك خاطر فما كلمه زي يقولوها هم ياسر، بيل جيتس مثلا اللي عمل مايكروسوفت، بيل جيتس تنجيك معناه انسان كود وكل شيء، ولكن اليوم كنشوفوا بيل جيتس شوفوا رجل اعمال وكوستيوم ولبسه وكل شيء. فقال واحد عجبني على الاخر، قال وقت اللي بيل جيتس كان جيك كان لابس جيك، ولكن لما ولا مدير اعمال فانه ولا يتصرف كمدير اعمال. فمهم كيف الانسان يتطور كل مرحله حسب مقتضيات المرحله اللي هو فيها. يعني ما تنجمش تقعد انت اذا كانك انت تقرا ايتيديون وكل ايتيديون ونعرفوا الهبله ساعات تاع كيكو ايتيديون مثلا في الديزاين ولا غيره كل شيء، اكل الهبله هذيك مش تقعد معاك عمرك الكل. معناها لازم في مرحله معينه تفهم روحك لفين تحب تمشي، وباش تمشي للبلاصه هذيك لازمك تكون عندك زاد معرفي قوي ميوسي لونتوراج اللي حكيت عنه اكزاكتومون. وزاد ما فيها باش تغرد شويه خارج السرب، على خاطر باش تلقى اكثر من سرب في تونس لهنا من الانتوراج نتاعك الصغير اللي اي انتوراج تنجم تعيش فيها من بعد. كيف مثلا مش تلقى شكون يحكيوا لك على لي زوبورتونيتي اللي ينجموا يكونوا موجودين برا، ماكش بالضروره تخمم كيفهم. فهمتك. حاول اي فكره تعرضك حللها وناقشها ولا هي تنجم تكون صحيحه ولا لا. السرب زاد يغرد في خلينا نضحك وخلينا نفركوهم. السرب زاد يغرد في فك علينا من السياسه وفك علينا من ما نعرف شنو، لان الحاجات هذوك من الكل يغرد فيهم السرب. نترزم نهتم بالسياسه، ما نحبش الضحك. كيف ما قلنا اي حاجه يغرد فيها سرب يسالش حللها وناقشها، راهو تنجم تكون غلطه. ما تخممش كيما تخمم العباد. الزواج العرس انت عندك بنوته؟ عندي بنوته ربي يفضلها لك، فاطمه الزهراء ما شاء الله. ربي يفضلها لك. الزواج عاونك في حكايه الانتوراج؟ عاونك في انك في لحظات الوحده انك في عوض تمشي باش تقعد في قهوه وحدك ولا مش تشوف عباد ممكن يضروك ولا حاجه، عاونك انك تتلفت لدارك وتقعد مع مريتك اكسترا سي تري امبورطون نو؟ اكيد فما نوع تاع استقرار كبير ظهر. اكيد وزادت باستراتيجيه راه مروان. ايوه اعطينا سكوب. باهي اول حاجه ساعه
اكيد سلم عليها برشا ونقول لها راني نحبك برشا او من الميكرو نتاع مروان لهنا. وبالحق مرتي من اكثر العباد اللي يعاونوني في الكارير نتاعي كو سوسوا بالكلمه الباهيه كو سوسوا بالفعل اللي هي تقريبا معناها موجوده معايا في اي بزنس واللي هي مساهمه بنسبه كبيره في نجاح البزنس واللي هي عندها حاجه اللي ما عنديش انا اللي هي التنفيذ وتكرار التنفيذ وما تقلقش من التنفيذ اللي ممكن انا نلتجئ ولا نحب نمشي اكثر اني نفكر وما ننفذش. هي اللي معاونتني في الحاجه هذه بالحق ولولا مجهودها هي ممكن ما كنتش نخلط لي انا نخلط له توا. دونك خليني نعاود نحييها مره اخرى. باهي هذا كله ما جاش من هكاك معناها مرتي في الاخر مراه تونسيه وتخمم كيما نساء التوانسه الكل وما تنجمش زاد هي تهزها تغرد خارج السرب كيفك انت. دونك وزادك كي خممت باش نعرس برشا عباد يقولوا لك شو اللي تخمم فيه واللي تحكي عليه انت راه العرس مش يعطله ومش باش يخليه يعمل حتى شيء. دونك يجي يا ايوب حاول اقنع مرتك انها تولي تخمم كيفك وتولي تحلم كيفك وتولي تسعى كيفك. تو هكاك تلقى المشاكل كل محلوله. وافكتيفمون مرتي تقريبا كانت موجوده معايا في اي بزنس بديته وكيف ما قلت قبيله هي من اسباب نجاح الحاجات هذوكم. انت حاولت تاثر شويه على المايند سيت نتاعها على تفكيرها باش تولي يعني رفيقك في الدرب معناها. اكزاكتومون بالضبط. دونك كي نقعدوا نتعشاو راه مش كيما الناس الكل نحكيو بالضبط. التاش هذاك ما نعرفش شكون من ليكيب هل كملها ولا لا زعما كيفاش نعملوا في هذه وغدوه مش قلت لي عندك رونديفو نتاع شكون شنو باش تلبسكم ما نعرفش هدف مع بعضكم. اكزاكتومون شيخين يعني في عوض تتنافسوا ضد بعضكم ولهذا اللي قاعد يصير في بعض برشا علاقات اللي في تونس وغير تونس انه يتنافسوا مش الراجل يثبت رجوليته والمراه تثبت اللي هي مرازده كيف فانتم زوز قررتوا بعد التخطيط كيف ما قلت انت قلت يا سيدي في عوض نحطوا اهدافنا ضد بعضنا اجي نحطوا هدف واحد نخدموا عليه الزوز وهكيك في عوض يكون مجهود نتاع شخص بركي ولا مجهود شخصي بالضبط. وكي تكبر فاطمه الزهراء تمشي في الطريق هذا كيف علاش لا قراها مانجمنت وتقراها دنيا بالضبط. اذا انت قاعد تعمل ممكن في اللي نعمل فيه هنا ومعرس ومرتك ماهيش قاعده تمشي معك في نفس الثنيه بالحق باش يكون لك اوبستاكل كبير. تخيل معي انت عندك مشكله كبيره في الخدمه وتروح وتلقاها هي تحكي لك على خلينا نخرجوا من عرش فين خليني نعمل كذا ماهيش ولا ما كنتش باش تفهموا بعضكم ومزيدك مشكله على مشكله. دونك هذاك علاش اللي يا حبذات ولي الناس الكل تخمم كيف هكاك تمشي الامور منظمه اكثر. والله حلو خاطر تعرف انا قابلتك في مسيت قبلنا في المهدي في ايفينمون في المهدي قابلتك ووقتها انا وامير بن زايد صديقنا امير نوجه تحيه كي قال لي راه ايوب. قلت له ايوب شكون؟ قال لي ايوب ناجم اللي يعمل في كوميرس. قلت له ايوب نعرفه على الانترنت معناها كذا وكنت طلب منك انت قلت وينكم خلنا نقابلكم. بعثت لنا للزوز كل واحد في التليجرام في الانستغرام اكسترا. تقابلنا قعدنا نحكيو شويه اكسترا وتفاجئت انا انك ماكش فيك. خلينا نكون واضح معناها صريح على الاخر خاطر انا شفت برشا عباد في الريزو سوسيو قابلتهم في الواقع وكنت ديسيبسيون معناها لما تقابلهم في الواقع تقول ما يشبهوش لبعضهم. ما يشبه ما حتى وجه قار. انت ليه انت الطفل البسيط اللي يحكي كي يبدا يحكي يزرب معناها عنده برشا معلومات يحب عنده برشا تحب تخرج مع بعضها. كنت نحكي قبل انا وسام قلت جينيرالمون العباد اللي تجرب راه جينيرالمون مع عباد حشامه دونك يحاولوا يخرجوا المعلومات فيها. لا تنقول لك علاش ميساج خليني نقول لك توا خاطر انا كي نكونسومي كونتوني على لي ريزو سوسيو العبد اللي يتكلم بالسياسه ما يشدنيش فيش عن نزابي ونتعب وكنت راه نحكي هكاك التلفزيون وليد ديما كي نحضر كونتوني نزل سي مشات فيا اني نحكي بالزربه قعدت انت تقول حتى اللي يتفرج فيا يحب نفس الحاجه اكزاكتومون. ساعات راه حاجات صغيره يكون عندهم تاثير كبير على حياتك وطريقه عيشك اون جينيرال. ف بعديك حكينا يعني بتنا نحن ليله غاديك تقابلنا عملنا كونفيرنس مع بعضنا. اللي عجبني فيك انك تنصح ياسر وبطريقه يعني واضحه معناها مش النوع اللي يقول لك ليه وتنقول لك 70% و30% نخبيه. وهذا يجي نقول لك انا لاحظته هذا كان مع صنف بركه من الناس. صنف اللي كانوا عايشين وضع مش نقول صعيب ولا مش صعيب اما كانوا عايشين وضع وبعد بمجهودهم خرجوا من وضع هذاك. انا لاحظت انه الناس هذوم هم اكثر ناس يبارتاجيو مع الناس الاخرين خاطرهم جاو من بلاصه يعرفوا فيهاش معناها قيمه المعلومه ولذلك قعدوا يبارتاجيو في المعلومه مع عباد اخرين
في بلايص اخرى باش المعلومه هذيك تقدم بها. وهذا اللي حسيته فيك. دونك كيف نقولوا احنا بلغتنا ولد باب الله، نقولوا احنا بلغتنا التونسيه ولد باب الله. ودانيال ممكن تقابلنا في ديوان فام ومعنا حبيب الباي. كيف حبيب الباي كيف جاي من حومه شعبيه. انا ودي تربيت في السمران، دونك نعرف السمران، نعرف السعيديه، نعرف دونك تربيت في حومه شعبيه. حي الزهور كيف دونك دوكو حي زهور تونس خاطر في القصرين. فالحوم في سوسه فبرشا بلايص في حي الزهور. فالحوم هذه اللي ينجحوا منها او يخرجوا منها، مش يخرجوا منها معناها كمنطقه جغرافيه، يخرجوا من المتعارف عليه من المستوى الاقتصادي والاجتماعي حتى بالافكار نتاعك اكسترا، فانه يكون فيهم عندهم رغبه كبيره ياسر انهم يعاونوا العباد الاخرين مره اخرى انهم يتطوروا. خاطر الحوم الشعبيه ذي هي تعلمك برشا حاجات، تعلمك برشا حاجات، سيرتو تعلمك حاجه انا جوبونس هي تري امبورطونت. هو مثل تونسي اللي يقول لك مشي هكا راديكال شويه، المثل التونسي يقول لك ما يبكي لك كان شفرك، ما يندب لك كان ظفرك. هذا مثل انا اتقنته وحفظته وفهمته، على خاطر في الاخر انت سيد قرارك، وان كان مصيرك هو طبيعي سطر وربي، لكن هذا ما يعنيش انك تقعد مربع يديك وقاعد تتفرج. فلازمنا نتحركوا اذا كان نحب نقدم تو سامبلمون هذا. وهذا اللي لاحظته فيك مع برشا تواضع كي ورايض. انت كرايض اما اللي يكلمك تخرج له برشا معلومات، معناها ما شاء الله عليه، معناها هذه حاجه باهيه. معناها انا فرحان اني تعرفت عليك زي كيف وقعدنا حتى مره فاتت قعدنا بعضنا شويه ونحكي، وكل ما نقعد معاك نجي نتعلم برشا حاجات، ونحسك ديما يديك محلوله للناس بتحب تتعلم. تعتقدش انه اليوم نكونوا يدينا محلوله للناس باش نعاونوهم هو ينجم يكون واحد من انواع الخلاص للتوانسه في بلاد هذه في الوقت الصعيب؟ نأكد الكلام هذا 100% زاده، ورغم اللي هو زاده ينجم يكون مصدر برشا مشاكل اللي كنتي. صحيح اكزاكتومون. سورتو انت تعرف مروان، وانت زاد تقدم في محتوى على الانستغرام وعلى فيسبوك ولا تيك توك ولا غيره، تعرف اللي يعطي معلومه سهله تنجم تربح عباد برشا فلوس وبرشا وقت، يولي محل شبهه. صحيح. علاش تعطي في المعلومه ديك؟ اكيد فما علاش. كان جد تنفع راي نفعتك انت، راك ماكش تعمل في هك. اما كي تبدا ممن اللي هو بالحق ينجم يكون مصدر خلاص نتاع مجتمعنا ونتاع خيانا في الاخر اللي هما اللي اللي يشبهونا وعايشين كيفنا، دونك تولي ما تحسبهاش وتولي تلقح ضد الكلام هذاك، وتولي تخمم انك تعطي، وتولي بالحق المتعه نتاعك في انك تعطي. مروان واجب يولي اكزاكتومون. والله انا يكلموني ساعات يسوني تليفوني ما ساعه نتاع الليل ما ساعتين نتاع الليل، نسهر نخدم انا في الحالات الكل. ايوب ربي راهو تسكر لي الكونت بوبليسيتير، والله نقبلها مروان، ولا نشكي ولا نبكي ولا حتى شيء، الا في حالات نادر على الاخر كي يبدا المزاج داخل بعضه شويه، سينون نجاوب ونوسع بالي ونعطي المعلومه، خاطر نعرف انا في الاخر معلومه بسيطه تنجم تبدل تصنع فرق. اكزاكتومون. فما فيها باس كيف ما قلت نحن اولاد حوم شعبيه وتربينا ناخذ بالخاطر وتربينا على لي جيست هذوما صغار، فما همش باش يكونوا غراب علينا تو. بالضبط. وانا اعتقد انه ديما نقولها، وحدك تنجم تكون سريع جدا، ولكن مع بعضنا نجم نمشيو بعيد برشا، خاطر كل مره واحد يهز على الاخر وبالبارتاج اكسترا. واعتقد نحن اليوم شبابنا في حاجه لكل معلومه تنجم تنفع ويقدم من قدام. حكيت انت كيف على فقدان المصداقيه ساعات، تتقلق ساعات من التعاليق الخايبه في لي ريزو سوسيو، كيفاش تتعامل معها؟ خاصة ما تعرف ان عباد تشكك، مثلا فما شكون يقول لك كان جاي مدخل فلوس ما يلقاش وقت باش يعمل فيديو، هذه عمري ما فهمتها. خاطر فما ممثلين خدمتهم يعملوا دي فيديو ويدخلوا في الفلوس. معناها هو الحمد لله تو اللي نحن تعلمنا ندخل فلوس حتى ونحن مانيش نعملوا في حد شيء، معناها مش مشكله بريزونس ولا ابسونس. من بعد هي من الاول الحق مروان كانت من الاول كيف ما قلنا العبد فراجيل شويه، واول مره يحط ساقيه في لي ريزو سوسيو كانت بالحق تاثر على النفسيه على الاخر، وكانت توصل الى مرحله الديبرسيون خلينا نقولوا. اما من بعد بشوي تلقح وتولي جنجل، تولي تستغل لك الفايبز هذوكم وتطلع فوقهم وتصنع منهم فلوس زاد. علاش لا زاد؟ نقول لك حاجه حلوه في حياتك، عمرك ما باش تقابل هيتر عبد يكرهك ينتقدك يسبك احسن منك. وي صحيح، مستحيل يكون احسن منك. صحيح. شفتوا الهيتر اللي يكتب تعليق يسبك فلان، يعني ساعات يعلقوا لي حتى على بدني، يقول لي كرشك على حاجه، ضحكوني ساعات يقول لي كرشك. يقول له كي تقابلوا منك ليه في حياتك ولا حاجه، او حتى تسال عليه، مستحيل. هاني نعاودها مره اخرى ونغزل الكاميرا،
مستحيل تلقى هيتر يعرضك في الحياة أحسن منك، مستحيل. خاطر ما عندهمش الجرأة، وما عندهمش، مش نكون صعيب شوية، ما عندهمش حتى الرجولية انهم يعملوا الشر اللي عملته انت، ولا وعندهم عجز انهم يعملوا الشيء هذاك. علاش هو علاش كي يراك يتقلق، وعلاش كي راني يتقلق، وعلاش كي راه برشا يشبونه يتقلق؟ على خاطر تذكروا بالفشل والعجز نتاعو هو. اكزاكتومون بالضبط. وهذا اللي ينمي بالحق الحقد والنقمه والتمني الحاجات الخايبه وزوال النعمه على العباد. ديجا شفتني مره فاتت في ستوريات كي حكيت على القرار تاع الهدم في بنزرة وقتها. صحيح. قلت عباد فرحانه وعباد شيخه وعباد اياه وزيد اضرب ما نعرف شنو وزيد كذات، تستمتع كي عابد معناها مصدر رزقه ويتسكر. لا علينا ماناش نحكيو هنا على رخص، لا على اجراءات قانونيه، لا حتى شيء، نحكيو على مبدا. فما عائلات عايشه اكزاكتومون. ما حاسبتش روحك مره علاش انت يخرج منك الفعل ولا الشعور الخايب هذاك، ما حللتوش، ما فهمتش هل هو مشكله ولا لا، كانوا مشكله يجي خلينا نعالجوه. الكلنا راهو نفسيتنا وكلنا بليتو نفسيتنا تنجم تهزنا التفكير من نوع هكاك، والناس الكلنا عندنا شواتنا، اما يلزمك تتعلم كيفاش تفريني روحك وتتعلم كيفاش توجه تفكيرك للثنيه اللي لازم يمشي لها. وكلنا عندنا معاركنا اللي نعيشوا فيها، وكل واحد فينا مش تشوفه يضحك معناه ولا بس عليه، كل واحد فينا عركة وجروحنا، كل واحد مجروح 1000 جرح، وكنا قاعدين نحاولوا نتعاملوا مع معاركنا هذه كل. الكلام معك ياسر حلو، عملنا أكثر من ساعة تقريبا شوية أو ساعة. في الآخر باش نخلي لك أوبن مايك، كان عندك موضوع أو عندك نصيحة تحب تقولها، تحب توجهها. حاجه اخرى قبل، انا قاعد نشوف برشا من اللي قراوا عندك عاملين لي فورماسيون تاعك، صراحه مش نقولها شهاده حق، برشا فيهم عاملين روتور باهي على الاخر، وزيد قاعد نشوفهم شكون قرا عندك هو بيدو ولا يعمل في دي فورماسيون ويقري حاجه تفرح على الاخر. شفت شكون ديرنييرمون انت مره تاجيتو في ستوري وتوا نلقاه كيف يعمل في محتوى كيف على حاجه تفرح. وبالعكس هذاك المطلوب، خاطر انا بالحق مانيش باش نقعد ياسر نعمل في كونتينيو على لي كوميرس، واصلا باش تولي تيح في التكرار اللي هو يخليك تمسات ويخليك كلامك ممكن ما عادش عنده قيمه ياسر. ونفتخر اني كنت بالضبط من الاوائل اللي صنعوا الترند هذا في تونس، دونك لازم جينيراسيون اخرى هي اللي تاخذ المشعل. اكزاكتومون. بورتون مازلت صغير وانا اكيد تعرف انه من علامات الليدر بصفه عامه، الليدرز في العالم من علامات الليدر، شكون الليدر؟ يقول لك هو اللي هم الناس اللي يؤمنوا انهم هما راهم تاع مرحله معينه فقط، والمرحله اللي من بعدها هي مش تاعو هو. دونك يقول لك انا نعمل حاجه كي وبعديك تغيير يجي يعمل حاجه اخرى. نشوف في فيديوهات ياسر تاع فيلم ميزانين يعجبوني على الاخر، اللي هي شهادات تاع ناس حياتهم تبدلت، كي بداوا ب 300 و 400 الف واليوم اللي يعملوا في شيفر دافير تاع 10 ملايين و5 و6 ملايين. يفرحوك لي روتور هذوما كي تشوف شباب وشابات بنساء ورجال يخدموا ويوصلوا المستوى هذا. ولا اكثر حاجه صدقا اللي انا شيخ عليها، مانيش جمعيه خيريه باش نقول لك هذاك الهدف وهذاك كل شيء، نخدم على روحي ونعمل في بزنس. وصحيح عملت فلوس من لي كوميرس وعملت فلوس من التكوين في لي كوميرس، اما زاد فما حاجه اخرى ما نقولش خير من الفلوس، اما ايكيفالون زاد الفلوس مش يكون واحد صادق، اللي هي بالحق الامباكت الكبير اللي شفته معناها في برشا عباد كانت ما عندهم حتى فكره على لي كوميرس، كانوا يسبوا ويلعنوا في الظروف وفي الدوله وفي تونس وفي كل شيء. اكزاكتومون. وتوا قاعدين يعملوا في مبالغ محترمه على الاخر وحياتهم تبدلت، وراه بالحق عباد بسطاء على الاخر. مروان معناها كي يجيني انا شكون يقول لي راني وليت كي ندخل البوتيك ما عادش نخزر الاسواق نتاع اللبسه، نشري اللي نحب عليه، نهز اللي نحب عليه. راهو كي نشوف اللي كانت عنده مشكله في البرونونساسيون وبلغتنا نحن يوكوك شويه، وبالكونفيرماسيون نتاع لي كوموند في التليفون، بالنيغوسياسيون مع لي فورنيسور ما شاء الله ولا تصرح على الاخر. كي نشوف في شكون يقول لي راني وليت نصرف على دارنا وعلى صغاري وعلى كذا، والشيء هذا الكل بارتاجيته. والحاجه اللي نفتخر بها بالحق اللي انا كونت عدد كبير نتاع توانسه في لي كوميرس، والاهم من هذا الكل اللي انا سعيد باش ينجحوا. ما يعنيوش الاوبجيكتيف نتاعي اني نبيع لك فورماسيون نتعدى، حاجتي باش تنجح وباش تبدا لانه ما يسالش انجح انت وشيخ وتوا انا من بعد تدخلت لي الفائده وتوا نبيع لك سيرفيس عنده علاقه باللي كوميرس من بعد. واصلا ديجا نجاحك انت هو من نجاحي انا بعد، اللي خليني ممكن نسوق للي سيرفيس هذوم. دونك بالحق نحكيو راهو على مئاتك نتاع عباد تعلموا لي كوميرس من زيرو ولا بزنس مستقر يعيش في عائلات. نحكيو على عدد الاف نتاع لي كوموند اللي قاعدين يدوروا في كراها بلي سوستي دي ليفريزون اليوم اللي هما اولاد ايوب ناجم. نحكيو على دي شيفر دافير بمليارات، وان شاء الله انا نعرف كيفاش نحصل لي ستاتيستيك
وعارف لي ستاتستيك توا، وصدقا والله اكثر من نحكيو على مليارات، مانيش باش نقول قداش اللي هما نتاع اولادي في الاي كوميرس، وتو يجي الوقت ان شاء الله ونحكيو عليهم بالديتاي. دونك هذا الكل ما يخليني كان شي يخليني كان كي نحط راسي على المخده نرقد فرحان، وكل اللي سميتهم انت قبيله الهيترز تي حاول اعمل خير فوتناك سي ما عادش مقلقنا اكزاكتومون. عندك الحق، خاطر انا بدي كيف نقري ونعمل لي فورماسيون ابخي قاعد نعمل في كوميرس بطريقه اخرى كيف نبيع في سيرفيس. وكي نشوف اليوم شباب وشابات اللي قراوا عندي وكي كلمني من كندا يقول لي يا مروان راني نخدم اليوم في كندا ولا في فرنسا، بك الفورماسيون اللي عملتها لي وبدلت حياتي، نفرح على الاخر. تخش علي انا مش نقسموا معناها في المرابيح، ولكن هي اكثر من المرابيح، هي المجهود اللي عملته انت وكل كلمه اللي قلتها وتلقى الاثار نتاعها على الناس اليوم، كيف شكون الاثار نتاعهم على عائلاتهم، ممكن حتى على عباد اخرين. دونك كي نحكيو على الاثر مروان نتاع اللي نعمل فيه انا وتعمل فيه انت، راهو ما يقفش على حد انه عبد فهم اندستري جديده وبدا فيها، راهو نحكيو على اثر كبير عليه هو، على عائلته، على العباد اللي دايره بيه، على الفامي نتاعو، على اصحابه، على كارير، على العطار اللي في حومته اللي باش يشري من عنده، على البلاصه اللي يمشي يحوس فيها، على الكيوسك اللي باش يصب منه كاربيرون، على الميكانيسيان اللي باش يصلح عنده كهربته. راهو بالحق نحكيو على ايكونومي كامل، وكي تدور العجله تقدم بالناس الكل اوتوماتيكمون. وهذا هو الهدف، وان شاء الله الحلقه هذه تكون فيها برشا فائده للعباد اللي باش يتفرجوا ويفهموا اكثر ويقرروا انهم يبداوا في الاي كوميرس. كيف ما قال ايوب، حتى بيجي اقل معناتها مهما كان صغير يكفي انك تلقى برودوي تصوره وتبدا، هذا ديجا كافي. باش نرجع لك حاجه بركه، نقول لهم كمل لهم بكلمه بجمله تاع ختام، هم يقولوا كلمه ختام، انت عندك جمله الختام. كلمه الختام نرجع للموضوع الاصلي نتاعنا اللي هو الاي كوميرس والبدايه في الاي كوميرس. الجمله هذه زادت تصنع الفرق في الاي كوميرس. يسوفي بديت في التجاره الالكترونيه وانت الاوبجيكتيف نتاعك تعمل فلوس من الاول، كون متاكد اللي انت باش تفشل على خاطر ماكش باش تعمل بالفلوس ممكن بالكم اللي كنت تتخيل وانت، فمش تقيم روحك فاشل فباش تبطل. خلي الاوبجيكتيف نتاعك انك تبدا في الاي كوميرس، ديجا نجحت انت هنا كي بديت. الاوبجيكتيف الاخر انك تخرج لي كوموند الاولى، الاوبجيكتيف الاخر انك تهبط لاسواق الجمله وتشوف دي برودوي، قسمهم حسب المراحل. اكزاكتومون بالضبط. وكي تعمل لي زوبجيكتيف هذوكم ديجا مش يزيد معناه مش يخلقوا فيك حافز باش تزيد تقدم اكثر. دونك ربحك في الاي كوميرس من الاول هو ماهوش فلوس، هو تحقيق لي زوبجيكتيف الصغار هذوكم. هذا اللي حبيت نقوله. دونك فوالا مروان يعطيك الصحه، سعيد جدا، فرحان برشا اني قابلتك. بودكاست باهي يبرد شويه حتى على رقش سخونه الدنيا شويه، دونك سامحنا زبناك في وقت سخون، ونعرفش قداش سخانه ما خلينا بدينا 41 الى حد الان ما زلت 41. حاجه اخرى مش ما تقعدش في قلبي، ما عندوش ما بارد لهنا كاو ما شريناش ما بارد، سامحونا يا خويا عملنا سامحينك نحن. شكرا على المتابعه. اذا كان وصلتوا لتويكا فانكم اكيد تعلمتوا برشا حاجات، واذا كان تعلمتوا الحاجات هذيا بارتاجيوها مع اصدقائكم واصحابكم وعائلاتكم. ممكن الفيديو كي تبارتاجيه تجب تكون فيها اثر على عبد ما تعرفوش في بلاصه اخرى ما تعرفهاش. ميرسي بوكو الناس الكل، سبحان الله.